يا مساء الهنا والسرور، عاملين ايه حبايبي؟ النهارده معانا فرختين محشيين مشويين برز بالخلطة، معمولين بطريقة تحفة. يعني بالظبط مش تاخد في ايدك تحضير نص ساعة عشان خاطر الرز بس. وتعالوا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة الخلطة اللي انا هعملها دي او التتبيلة دي، انت ممكن تحفظيها ببطرمان في التلاجة، باب التلاجة، زي ما انا بعمل. زي ما انتوا شايفين، عبارة عن زيت، عبارة عن معلقتين كبار صويا صوص، معلقتين كبار دبس رمان، معلقتين سمنة بلدي سايحين حطيتهم مع الزيت صح مع بعض. وابتدي ادوب الكلام مع بعض. التوابل دي كلها هكتبها لكم في الكابشن. وبرده ابتدي اقلب الكلام كله مع بعضه، وعليهم كمان مية بصل. وهبتدي أصفي الخليط ده، وأما يتصفى هعبيه في بطرمان وأحطه في باب التلاجة. الخلطة دي تنفع للرز بالخلطة، الخلطة دي تنفع للفراخ المشوية، للديك الرومي. أنا عملت خلطة كاملة، عملت منها كل حاجة. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا منها أول حاجة ايه. زي ما انتوا شايفين كده، صفيت مرتين عشان لو احتجتيها تعمليها في الديك الرومي وتحطيها في سرنجة عشان تحقني الديك الرومي تبقى سهلة عندك. تعالى اقول لكم هنا هنعمل ايه. هنا معانا معلقتين سمنة، معلقتين زيت، وهبتدي انزل ببصلاية اخليها تدبل وتاخد لون. وبعد ما تدبل تاخد لون هنزل عليها بتوابل بردك هكتبها لكم في الكابشن، والكباد والقوانص بتاعت الفراخ. انا كده يا دوبك خليت البصلة دخلت على ايه، على صفار. وهقول لكم هي هتاخد معايا اللون البني الفاتح ازاي. بالمعلقتين خدت معلقتين من الخلطة زي ما انتوا شايفين. المعلقتين من الخلطة الدبس رمان والصويا صوص هيدوكوا اللون اللي هو المكرمل كده شوية. وفرختين كده حلوين وزن كيلو ونص، عشان الفراخ ما تدممش منك لما تيجي تفتحيها في الحشو، بالذات لو كانت فراخ بيضة. يعني بالذات الحركة دي تعمل في الفراخ البيضة. هبتدي بالسكينة كده اعمل فتحات في سلسلة الظهر زي ما انتوا شايفين. احشيها بقى وانت مطمنة، عمرها ما هتلاقيها حبسة دم او حبسة سوائل او ريحتها زفرة او اي حاجة. بعد ما تغسليها الغسله التمام وتعمليها في محلول النقع بتاعها كده وصفيتها ونشفتها، هبتدي بقى كده من تحت الجلد وابتدي احشي الرز بتاعنا اللي بالكبد وقوانص والخلطه. عايزه اقول لكم ريحه الرز تحفه 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 تحفه. وهبتدي بقى ايه اقفل بايه، بال بعصايه الشيش طاووق، او باللي هو خلة الاسنان اي حاجه، دي او دي. وقفلت. وهبتدي بقى في كيس حراري واحطها. حطي معاها خضار ماشي، مش هتقولك لا، بالعكس هتبقى جميلة وطالعة بخضار واحدة واحدة. ما